دبلوماسية. تفاصيل شنو اللي صار؟ أميرة بوراوي اللي هي ناشطة ومعارضة جزائرية تم ترحيلها إلى فرنسا، وحسب لو موند يقولوا أنه ترحيل الناشطة الجزائرية إلى فرنسا تم بعد موافقة قيس سعيد. وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تهبط بلاغ تقول فيه في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية والغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري. أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسى فورا للتشاور. حاب نفكركم اللي فما برشا كلام تقال حول الناشطة هذيا، وين يقولوا انه القنصلية الفرنسية دخلت واعتبرت انه بوراوي مواطنة فرنسية وتملك جوازا فرنسيا وجنسية فرنسية ولا يحق للسلطات التونسية توقيفها وتسليمها للجزائر. وأميرة البوراوي هي متابعة قضائيا بالجزائر قبل ما تهرب من تونس. وفما اللي ربط إقالة الجرندي بتهريب الناشطة الجزائرية أميرة البوراوي. البارح كان الحديث هذا في بلاتو رونديفو نوف، ولطفي العميري يقول ويتساءل علاش السلطات التونسية ما وضحت حتى شيء. كان عندنا السلطات التونسية في معناها بلاغات رسمية من الجزائر وحتى من فرنسا عبر صحفها، وقت يقولوا لو موند هي تقريبا الأقرب معناها للموقف الرسمي الفرنسي. في الأثناء يغيب أي موقف رسمي أو توضيح تونسي، رغم أنه نحكيه اليوم على علاقتنا بالجزائر الشقيقة وبفرنسا. الصمت هذا إلى متى أنه يمكن يتواصل؟ هو اللي قاعدين نقرأه فيه اليوم مثلا في جريدة لوموند يتحدث على أنه السيدة هذه معناها أثناء تواجدها في تونس صارت عديد الاتصالات من قبل الدولة الجزائرية مع نظيرتها التونسية عبر حتى القنصلية الجزائرية الموجودة لهنا، وبالتالي صار أخذ ورد، صارت تدخلات زادة فرنسية، وبالتالي تم الاتخاذ القرار بتركها تسافر. اليوم الموقف الجزائري موقف صارم خلينا نقولوا، موقف معناها فيه برشا تصعيد حيال الدولة الفرنسوية. ما نتمناه هو أن لا تكون له تداعيات في علاقتنا بالجزائر الشقيقة. ليش أنا دولتنا وزارة الخارجية ما تعطيناش معناها الموقف الرسمي؟ شنو اللي صار؟ هو تحكيت روايات. تونس خرجت مشيت لفرنسا، شفنا روايات. كيف ما قلت لكم برشا ربطوا بإقالة الجرندي بالترحيل الناشطة الجزائرية، يقولوا أنه كانت سبب في تدخل الجرندي للسماح للناشطة الجزائرية الموقوفة في مطار قرطاج أميرة بوراوي بالسفر إلى فرنسا عوضا عن إرجاعها إلى الجزائر. التعليق كانت هكا: أنا اللي بهتني تونس اللي تحكي على السيادة في الآخر تمشي بأوامر فرنسا. فما اللي قال والله توهنا دخلنا بين الجزائر والفرنسا وكالعادة هما باش يرجعوا يتصالحوا واحنا نخرجوا بالدوانة. ونوفى بالتساؤل هذا، فرنسا تكلمت، الجزائر تكلمت، وتونس في سبات عميق. وقت اللي الموند القريبة من الإليزي تخرج وتقول أنه تم استشارة الرئيس التونسي قيس سعيد قبل السماح لها بالعودة إلى فرنسا. نحكيو على جزائرية مطلوبة لدى المحاكم والقضاء الجزائري، ونحكيو على علاقتنا بالجزائر ونحن في غنى على أي مشكل مع حد وخاصة مع الجزائر. اليوم كيف يمكن أن تصمت الدبلوماسية التونسية حاتم بالحاج أنه يكون عنا حتى رد، حتى بيان، حتى شيء؟ الرئيس يوضح، الخارجية توضح، لا حتى شيء. نقعدوا هكاك الجزائر تقول، فرنسا تقول، تهم الكل حول تونس. الحكاية دخلت لتونس وما نعرفوش كيفاش وخرجت من تونس. فهمنا أنها مخابرات فرنسية، ولكن هل عدوها علينا وخرجوها وسوبان ولينا مستباحين؟ هل بأمر من رئيس الجمهورية؟ كيفاش نجموا نسكتوا في موضوع كيما هذا؟ هو راهو نحن ما عندناش شفافيه كبيره، راهو مش حتى في الفتره، مش حتى من بعد 25. تتفكروا الجزائري زاد اللي تم ترحيله للجزائر، هذه حاجه عكسيه معناها. وليبيا زاد، اي وليبيا، والحكايه بدات من 2012 من بعد حكايه البغدادي. دونك عندنا عرفت لا جروند ميوت، الفرنسيس يسميوا الجيش نتاعهم لا جروند ميوت. نحن الدوله التونسيه سي لا جروند ميوت.
مينوت. انت علاش هذه حكايه خارجيه؟ انت تعرف شنو وقتاش باش يتنحى الدعم وكيفاش باش يتنحى الدعم؟ يا ولدي مثال شبابيه نحكي لك احنا مضروبين على ايدينا ماذا الجزائر تو دي كونت اراندر ما تنجمش. اي اما هنا عندك يتسمى في اللغه الدبلوماسيه ان امبروليو، معناها عندك قبيله اغزر قبيله عفوا قبيله والله انا فهمتها حتى يقول لك كبه بتاع الكوب وقبيله ريت فرانكوفونيين حتى لغتهم ما همش متريزين. انا كنت تصير لي مشكله في راسي تهرب. انت عندك لا 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 لطف بالحق ولا لا ما عنديش بالحق. علاش وطني حاتم يخلص السياسه نتاعو ولا اللي عنده يدي زيو ما تفدلكش اللي عنده دوبل ناسيوناليتي مش وطني. لا مش كانت وطنيه. لا كي قلت لطف عليه ماني ما عنديش دوبل ناسيوناليتي. مش عليك عليهم برشا وثرة عندهم دوبل ناسيوناليتي. مستوى التحليل الرسمي. كما بعثتكم في نفس الميكرو 7 هذه المره العاشره قول الف كاسكويت باش تسمعوا اصواتكم الجميله كي تقصنا على بعضها. هنولي نعمل ريونيون هنا اون بوبليك. ميرسي حدا. دونك بالحق كي تشوفها تخش عليك الغومون هذاك بتاع بوليسيي واحده جات اون برانسيب زاد هي ما تعدتش من حتى حدود خاطر ما هي ممنوعه من الخروج من معناها كيفاش دخلت لتونس. اي والفرنسيس زاد معناها اذا دخلت نجموا نقعدوا ثابتين هكا حاتم نجموا نقعدوا بلا موقف. ليه يلزم موقف تتزاير واللي هي تعتبر 4 ساعات مسكر اكثر من الحكومه عندهم غاديك الاسبريم تاع الميليتير وكل شيء والبارح معناها فيسع الامور خاطر امور سياده. 30 ثانيه ونسمع راي بقيه الفريق في الرف معك.